يا صباح الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكامل الصحه والعافيه واحسن الاحوال وفي راحه بال يا رب العالمين. وحابه في اول الفيديو اشكر كل اخواتي اللي انضموا لينا. يا الف اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني يا غاليين. واللي لسه ما يعرفش القناه، انا ام مايكل ودي قناتي. خدي لك جوله في القناه وان شاء الله هتعجبك، ولو عجبتك القناه ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة، وإن شاء الله تستفادي منها. ويا ريت لو استفدتوا من الفيديو لو بمعلومة واحدة، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وتعليق إيجابي كده. وحابة أشكركم على نسبة المشاهدة، ما شاء الله بدأت تزيد الحمد لله. بس معلش ده من عشمي فيكم طبعا. ان اللايكات يعتبر ما فيش لايكات لما فيديو يكون معدي الألف واللي عليه 30 او حاجة و20، يعتبر ما فيش نسبة لايكات بالنسبة للمشاهدة. فياريت ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخلي اليوتيوب يقترحه لأكبر عدد من الناس. كده الروتين بتاعي ده روتين يوم الجمعة. وحابة وانا فاكرة كده، إيه، يا ريت تكتبولي في التعليقات انزل الفيديو في ميعاد ايه. انا نزلت الفيديو، كنت بنزل الفيديوهات الاول من بعد 12 الظهر كده. لقيت برضو نسبة المشاهدة مش قد كده، رحت مخلياها بالليل من الساعة 8 برضو وطالع. فأنا مش عارفة، يا ريت تحددولي الوقت اللي أنزل فيه الفيديو علشان يكون فيه نسبة مشاهدة كويسة. كده بقى روتين يوم الجمعة معانا طبعا. ايه، ما نفعش بقى بعد اليوم ومونتاج وكده. لقيت الوقت خلاص عدى ان انا ايه انزله، فهنزله لكم بإذن الله بمعونة ربنا يوم السبت ان شاء الله. كده اهوت انا بدأت امنتج الفيديو. إيه خلاص يعتبر يوم تاني، يعتبر يوم السبت يعني. إيه كده حبيت بقى اشارككم ايه يومي النهارده كده. مش النهارده بقى، يوم الجمعة. إيه كده، ايه جبت فسيخ ورنجة بالشكل اللي انتوا شفتوه. وقبل ما اظفر ايديا خالص، علشان مش هظفر ايديا وامسك بقى ايه حاجات حواليني، جبت بصل. طبعا ايه يفضل البصل الصغير ليه؟ ما بيخليش العين تدمع اولا، وما بيكونش طعمه حراق في الاكل، لان البصلاية الكبيرة بتكون حراقة في الاكل. قطعت البصل طبعا، قشرته الاول وغسلته، وبعد كده ايه قطعته وحطيت عليه خل ومية مش اكتر من كده. ومسكت بقى ايه الفسيخ، قصقصته زي السمك كده علشان ما يبقاش فيه مثلا شوك او كده ويعرفوا ياكلوه. هتقولوا انت جايبة 3 بس وانتوا 4. وفي الاول بدأت معاكم ايه بالرنجة، حطيتها في صينية كده وانا بشويها في الفرن، بولع عليها الشواية وبحطها على الرف الاوسط كده تحت الشواية. ولما بت... بتتعمل من فوق بقلبها كده على الوش التاني، وبتبقى سخنة وجميلة وزي الفل معايا، ومش بتعمل اي ريحة زفارة. طبعا المتعارف عليه انك لما بتسوي الرنجة على النار من فوق على الشعلة من فوق بتقلب ريحة البيت كله، بتخليه ريحته ايه اعزكم الله زفارة طول اليوم ويمكن لتاني يوم كمان. لكن في الفرن كده جربيها وان شاء الله هتدعيلي. ما بتعملش اي ريحة زفارة ولا كأنك اصلا عاملة اي زفارة. طبعا ايه قشرته بقى بعد ما قصيته الفسيخ، ورحت فاتحة بطنه كده وشايلة منه ايه الاحشاء كده، وبقى تمام التمام. إيه ارجع لكم تاني ازاي احنا هناكل 3 فسيخات لا كلنا بناكل الفسيخ، بس عندي مريان ما بتاكلش فيه قوي يعني. بتهوي كده باللقمة عليه من فوق كده وبتكون ايه كلت وشبعت. ممكن ما شاء الله بألف هنا وشفا على قلبها تاكل رغيفين وتبص تلاقي قدام منها ايه لسه الفسيخية زي ما هي. ففهمني يعني في واحد بياكل مع واحد وبيكمل بقى ايه الفسيخية بتاعت مريان.
وكان ما شاء الله الاكل ياما، وحمرت بطاطس جنبي منها. احنا ما بناكلش اي شيء، يعني في ناس بتقطع طماطم وخيار وكلام من ده، كل واحد ونفسه. انا ما اقدرش اقول على حد ياكل ايه او ما ياكلش ايه. انا بقول لكم اللي احنا بناكله. قال لنا بطاطس كده جنبي منها واليوم عدى الحمد لله. كده معانا رحنا زي ما انتوا شايفين كده السوبر ماركت. بقى اخدكم بقى جولة في السوبر ماركت ده. شايفين بقى كان في عروض وكده. فكنت طبعا محتاجة صلصة. اول حاجة طبعا جبتها كان البريل زي ما شفتوا كده. ازازة من البريل حطيتها طبعا في السبت كده زي ما شفتوا مع مريم. وبعد كده جبت صلصة كده. لقيت عليها عرض كويس، فقلت اجيب برطمانين كويسين في غلا الطماطم ده. هتساعد كويس. بس الحمد لله الطماطم بدأت تنزل شوية. بوريكم برضو في عروض على الزيت وفي على الرز وفي على السكر كده. منتجات الضحى في المكان ده كان عليها عروض. بوريكم بقى دي كل انواع السمنات عندهم. طبعا مش هقدر اقول نوعية معينة علشان اليوتيوب ما يفكرهوش ان اعلان او كده. كده اهوت جولة كده سريعة. طبعا دلوقتي زي ما بقول لكم على طول، دلوقتي بنجيب المهمة جدا جدا جدا. ما عادش بقى وقت الترفيه والكلام ده. ولبن ليدو ده برضو كان عليه عرض. والنسكافيه هاخد علبة كده برضو. يعني بقيت بجيب الضروري ضروري، مش هنخش المكان كل اللي عليه عرض. كنا الاول صحيح ان ده عليه عرض بناخد منه كمية تنفعنا بعد كده، وفرصة انه في عرض. لا ما عادش بقى الوقت ده خلاص. احنا بنجيب الضروري جدا جدا اللي محتاجينه، بس مش اكتر من كده. والفلوس تتوفر في حاجة احنا عايزينها وهنستعملها على طول، مش هنخزنها بقى ونسيبها بالشهور عندنا. زي ما انتوا شايفين بقى دخلنا على التلاجات نشوف لان ساعات بيبقى فيه عروض على البسلة الملوخية كده. اليوم ده ما كانش فيه عروض على المجمدات. وعندهم كمان لحمة بلدي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده عندهم في التلاجات وبيقطعوا منها بالكيلو. والصدق كده واللحمة القطعة اللي انت عايزاها. وكده جبن وخلطات بقى هما بيعملوها عندهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي كلها جبنة رومي جديدة وقديمة ووسط حسب ما انت عايزة. وطبعا اسعار الجبنة الرومي دلوقتي ما شاء الله واخدة في وشها مش عارفة رايحة فين هي كمان. كده اهو بيقولوا ان شاء الله من بكرة بإذن الله هيبدأ كده يكون في تغيير في الاسعار بنسبة 15 و20 وتقريبا يعني 25%. ربنا يرتبها بقى من عنده، وفعلا يكونوا عند كلامهم كده، مش كلام بنسمعه وخلاص. ويا ريت يكون في مراقبة على الأسواق ديت، لأن بصراحة كل واحد بيبيع بسعر. كل مكان هتلاقيه بسعر شكل كده. بعد ما خلصنا بقى جولتنا، وبعد الأكلة المتينة ديت جبنا بيبسي دايت. يعني بعد كل اللي كان ده هنجيب بيبسي دايت. كده والقعدة بقى على البحر. شايفين بقى المنظر ولا أجمل بصراحة. جو هادي وتحفة كده. خلاص دخل بقى جو المدارس. كان في الصيف المكان ده بيكون مليان ناس. دلوقتي ما بتلاقيش ناس قد كده في المكان. شايفين الأنوار والجو والمية. ده نيل. ده النيل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حبيت برضو أشارك معاكم المنظر ده. منظر تحفة بصراحة. كده لو واضح ليكم ان في كوبري كده فوق والانوار وكده. احنا بنقول عليه بحر. النيل ده احنا بنقول عليه بحر.
كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وده كان روتيني اليوم ده. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وتعرفوا اخواتكم وحبايبكم بالقناة علشان تكبر وتزيد بيكم كده وليكم بإذن الله. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده منظر روعة روعة بأمانة. وكفاية الجو بدأ بقى ايه يبقى كويس كده. ممكن بالليل يكون بقى فيه لسعة برد ايه شوية عن الأول. إيه خلاص احنا بقينا في شهر 10، كل سنة وانتوا طيبين. فخلاص كده داخل علينا ايه الشتاء والبرد. شايفين بقى المنظر. انا ما حبيتش ايه اسرع المقطع ده علشان ايه اوريكم الجمال والمنظر. شايفين المية ما شاء الله جميلة بشكل يعني منظر تحفة بأمانة. في المكان ده برضو في كافيهات وبرضو وفي ناس بيحطوا كراسي برضو ايه يعتبر على الكورنيش كده برضو عشان يسترزقوا ايه برضو في المكان ده. والمكان اللي احنا قاعدين ده في إيه كراسي بقى ايه عادية خالص إيه محطوطة كده ايه على الرصيفة، الناس بتقعد عليها عادي ما فيش منها اي مشكلة. لكن طبعا الكافيهات لازم بتدفع لهم ايه فلوس وكده ولازم في قعدتك ديت تطلبي مشروب طبعا ايه من على الكافيه. شايفين الجمال. وكده بعد ما روحنا بقى حبيت اوريكم شوية المشترات. هي حاجات ضرورية انا كنت عايزاها كاتباها طبعا ايه في ورقة. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده بنتابع الصفحات بتاعت الهايبرات على ايه على الفيسبوك على طول بينزلوا عروض وكده. واحنا عندنا اكتر من هايبر هنا في البلد. فبشوف بقى الحاجات اللي انا عايزاها ضرورية وكده. زي ما وريتكم كده في الاول جبت كريم كراميل ونسكافيه ودقيق كده وملح وكورن فليكس اللي هو ايه بتاع الآلية ورز بسمتي كده. بدأت كده افرغ بقى ايه الدقيق كده. الدقيق ده شارياه سايب زي ما انتوا شايفين كده. كان سعره برضو ايه كويس. فاشتريت منه 2 كيلو كده. وجبت طبعا ايه الكرانشي او الكورن فليكس حسب ايه ما بتسميه. ده برضو بتاع التحمير بنحمر بيه كده. كان برضو عليه عرض. اغلب الحاجة اللي انا جايباها عليها عروض كده اهوت. ورز بسمتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا جبتهم ايه نصين بس ايه عبيتهم كده على بعض. لما اجي اخد منهم هبقى ايه اعاير بالكوباية كده وابقى عارفة ايه متبقي قد ايه او كده او الكمية اللي انا هاخدها هقسمها ايه على نصين كده ايه. بعد ما عبيت الحاجة وجبت ايه شوية جبن كده. جبنة رومي طبعا لا غنى عنها عشان المدرسة المريان. هو تمن بس مش اكتر من كده. وجبنة دوبل كريم وجبنة براميلي مش اكتر من كده. ما كترتش ايه في الجبن. ومعايا ايه علبتين من التونة برضو كان عليها عرض. وجبت برضو ايه قالب الزبدة فارن ده وبرطمانين الصلصة والزيت ده برضو كان عليه عرض. وجبت بقى من قسم ايه البهارات كده ديت بابريكا مدخنة لقيتها عندهم وكده. كنت سألت عليها عند العطار بره فكانت ناقصة عنده فقلت ايه بالمرة اشتريها. وده البريل. واول حاجة ايه وريتها لكم معايا في المشتريات. وكمان جبت تموين معايا بالمرة. جبت دولت بتوع شهرين ازازتين زيت وكيسين سكر. دولت كانوا بتوع شهرين. كنت قطع الورقة الشهر اللي فات والراجل خلص خليت الورقة معايا لان عندي البطاقة ما فيهاش الا فرد واحد. وجبت بقى ايه مناديل مطبخ كده وسبونشات زي ما انتوا شايفين. وكنت جايبة ستر